السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ده مكان بانيو. تمام. لما نقول للزبون لما يزيد عندك كرتونة او اتنين او تلات كراتين من الشغل، فالافضل اللي انت تخليهم ليه عشان لما تحصل حاجة معاك زي كده، تمام، تلاقي حاجة تركبها نفس الشغل. تمام. فاصبح ان هو ايه لو زادت بلاطة بيطير يرجعها. طب انت ليه بترجعها؟ زي ما حضراتكم شايفين، لما شلنا البانيو كان في تسريب، وجاي يجيب نفس البلاطة ما لقيش. اصبح ايه ان الشغل اللي قدامكم اختلف عن الشغل ايه القديم، والبلاط اللي جابه بوظ المنظر. لكن لو هو خلى نفس البلاط ما كانش حصل اللي انتوا شايفينه دلوقتي. فالافضل ان انت لما تجيب سيراميك وزاد منك كرتونة او اتنين او تلاتة تخليهم ليه حاجة حصلت معاك زي كده تلقى نفس الشكل. لكن لما تروح تجيب من المحل اللي انت بتبقى جايب منه، طبعا السيراميك زي ما انتوا فاهمين كل سنة بينزل موديل غير الموديل ايه اللي في نفس السنة. يعني ممكن تجيب بعد شهرين تروح تجيب من نفس البلاطة ما تلاقيش. ليه؟ ان الشركات اتجدد. بس فالافضل لما يزيد عندك كراتين سيراميك ما ترجعهاش، الافضل ان انت تخليها بحيث حصل تسريب ولا حاجة وكسرت السيراميك تلاقي ايه نفس السيراميك اللي انت هتركبه. زي ما حضراتكم شايفين كده الدنيا اختلفت خالص. لكن لو في نفس البلاطة كانت هتبدأ تبقى شكل احسن من كده. بس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.